عام قبل ما كنتش راضي على راسي، جسمي ضعيف، ما عنديش طاقة، وكنت كنحس بالإحباط. ولكن خديت قرار. دابا بغيت ندير واحد التحدي ديال السبور، دونك غادي ندخل لاصال باش نطيح الكيلوات كما كيقولوا، حيت عندي لو بوا زايد، دونك عندي الوزن زايد. خصني ندخل لاصال باش نحافظ على لا سونتي ديالي. قلت ماشي ضروري نبقى هكا، بديت بخطوات صغيرة، نوض بكري، نتحرك، ناكل مزيان ونتحدى راسي كل يوم. ودابا من بعد عام فقط تبدلت حياتي، جسمي ولا اقوى، عندي ثقة في راسي، وحسيت بلي المستحيل غير كلمة. إلا أنا قدرت نتغير في عام، حتى أنت قادر. ما تستناش غدا، بدا اليوم، والنتائج غادي تجيك مع الصبر والعزيمة. عندنا استراتيجية عشان ننام، وعشان ناكل، وعشان نكتاب، وعشان نتنرفز، وعشان نتشام، وعشان ننجح. فأنا بالنسبة لي كان من ضمن الحاجات المهمة جدا توكلي على الله سبحانه وتعالى. دي بالنسبة لي كانت أول حاجة. بعد كده الأخلاق، إن أنا أوصل لمرحلة تكون أخلاق عالية. بعدها على طول إن أنا أوصل إيه أهدافي. فمن صغري كان عندي هدفين. الهدف الأولاني إن أنا أكون بطل مصر في تنس الطاولة، والهدف الثاني اكون مدير عام اكبر فنادق العالم. طبعا انت عارف لما تقول حد الكلام ده وانت عيل صغير يضحكوا عليك، ومع ذلك برضو كل يوم كنت اقرا اكتر، كنت افتش، كنت ادور على اللعيبه اللي هم اقوى ناس في مصر، احاول اتعرف عليهم، احاول اتقرب منهم. لو عاوز تكون ناجح ادرس النجاح، لو عاوز تكون سعيد ادرس السعاده، لو عايز تكون متزن ادرس الاتزان. فتبص تلاقي ان اول حاجه توكل على الله سبحانه وتعالى، الاخلاق العاليه. بعدين على طول يكون عندك اهداف، من الاهداف تبدا تكتبها وتفكر فيها وتكتبها على ورقه صغيره. كنت اقراها كل يوم قبل ما انام، واقراها كل يوم اول ما اقوم من النوم، وكل يوم اتحرك خطوه صغيره على الاقل عشان احقق هدفي. فده اللي انا بقوله، ان الاحلام باستمرار بتتحقق، الاهداف باستمرار بتتحقق. كل ما في الامر انت لانهي درجه وصلت لمرحله انك ما تسيبش هدفك ابدا، ما تسيبش حلمك ابدا. فانا حتى اللي بيشتغلوا معايا عندي في المركز الكندي دلوقتي عارفين لما يكون عندنا اهداف مش ممكن هسيبه اطلاقا، بخطط له صح. لو التخطيط مش مظبوط بنكون عندنا تخطيط مختلف، بنبدا نراجع، بنقيم، بنعدل، لكن مش ممكن هسيب الهدف، لازم اوصل له. لان اذا كان حد في الدنيا وصل لهدفه، ليه لا انا وانت؟ فاذا كان حد عملها قبل كده يبقى انت احسن، لو حدش عملها يبقى انت الاول. فالواحد لما يفكر بهذا الاسلوب ما تقعدش تقارن بينك وبين حد، بتركز على هدفك. فده اللي انا بعمله باستمرار. يعني دلوقتي انا عندي اهداف. يوم لما فكرت ان انا اجي في الشرق الاوسط بالتنميه البشريه، مش سهله. انت عارف عشان تنجح بره، وناس كتير جدا تقول لك النجاح بره سهل. طب سافر بره، بعدين يجيني خبر احنا نمره اكتر، احنا 32 او 34 في الاعمال العالميه. يعني عندك اليابانيين، وعندك الفرنسويين، وعندك السويسيين، وعندك الالمان والسويديين والامريكان. على ما يوصلوا لنا احنا نمره 34، وجوه كلنا بنتنافس سوا. ففي الجزائريين والمغربيين والمصريين والسوريين، كلنا في نمره 34. فلما انت تطلع فوق قدامهم، ليه؟ يبقى لازم تكون مختلف تماما، لازم تعرف تعمل فلوس، لازم تعرف تتكلم لغتهم. غير كده لازم تكون متزن تماما عشان توصل لمرحله مستمره في الزمن، ولا توصل لفوق وبعدين تقع تاني من اول وجديد. فانا باستمرار اهدافي كانت التميز. من ضمن اسئله التميز اللي هي رائعه، قبل ما تنام بالليل اعمل لسته. ايه الحاجات اللي عملتها النهارده صح؟ وايه الحاجات اللي عملتها النهارده غلط؟ ولو الله سبحانه وتعالى اداني يوم جديد اعمله تاني احسن من كده ازاي؟ فانت بتشوف ايه اللي غلط وتظبطه، وايه اللي صح وتحسنه كمان. فيوم الجديد فباستمرار بتقيم، باستمرار بتحسن نفسك. فده اللي انا بعمله باستمرار، وده اللي انا بعلمه للناس. فلما حد يجي يشتكي، ما انت بتشتكي مش بتشتكي؟ طب في خلال ما انت بتشتكي بتحقق هدفك؟ طبعا لا. طب بتشتكي ليه؟ ما تضيعش وقتك في الشكوى، لانك في خلال ما انت بتشتكي في انسان تاني عايش حلمك انت، سايق سيارتك انت، عايش في فيلتك انت، مع الفلوس اللي انت عايزها، مع الزوجه يمكن اللي انت عايز تتجوزها، الله اعلم. فلازم تاخد بالك في خلال ما انت عاوز تعيش وتنجح وبتشتكي مش هتوصل للي انت عايزه. فانا ما ضيعش وقت في كلام الفارغ. الوقت انت عارف فيه مثل يقول لك ازاي،
كل يوم يصبح فيه الإنسان يقول أنا يوم جديد على عملك شهدت فاغتنمني لأن لا ولن أعود إلى يوم القيامة. يا إما هشهد معك يا إما هشهد ضدك.